كانت بدايتها في فيلم الساحر سنة 2001 وظهرت فيه بوزن زايد جدا، ولما بدأ نجمها يلمع قررت تفقد وزنها علشان تقدر تحقق النجومية اللي من أهم مقوماتها الرشاقة والجسم المتناسق. طب ازاي قدرت منة شلبي تفقد وزنها؟ بدأت منة شلبي حياتها الفنية من خلال فيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز، وكانت وقتها وزنها أزيد من وزنها الحالي بشكل كبير جدا. وبعد ما نجح الفيلم وبدأت منة تتشهر قررت انها تفقد وزنها، وده لانها كانت عارفة ان الرشاقة هي واحدة من اهم المقومات للوصول للنجومية في السينما بالذات. وفعلا نجحت منة انها تفقد 20 كيلو من وزنها، وده خلى عدد كبير من جمهورها يسأل عن النظام اللي اتبعته، وقدرت تخس من خلاله كل الوزن ده في وقت قليل. وقالت منة انها كانت ولا زالت بتعشق الاكل لدرجة انها كانت بتاكل 7 وجبات في اليوم، وما كانتش وقتها مدركة تأثير ده على شكلها وجسمها، وده بالرغم انها كانت بتلعب رياضة من صغرها، لكنها في نفس الوقت كانت بتاكل كميات كبيرة جدا من الاكل علشان تعوض المجهود اللي بتعمله في الرياضة، وده كان بيخلي الرياضة ملهاش اي تأثير. ده بالاضافة لحب منة الشديد للبيتزا والمكرونات والحلويات، وقالت ان البيتزا كانت نقطة ضعفها لدرجة انها كانت بتطلب 2 بيتزا حجم كبير كل يوم تاكلهم لوحدها، وده طبعا اتسبب في زيادة وزنها بشكل كبير جدا. وزن منة الزايد اتسبب في تعرضها للسخرية لفترة طويلة من حياتها، لكنها في النهاية قررت تخس، وكان دخولها الفن دافع ليها، خاصة انها اقتنعت ان الاكل معمول علشان تستمتع بيه مش علشان يبوظ لها حياتها. وفعلا اتبعت نظام غذائي قاسي ساعدها على الوصول على جسم رشيق ومتناسق. كانت أول حاجة عملتها منة هو إنها بطلت تاكل البيتزا والمكرونات والحلويات بمختلف أنواعها، وبدأت تستبدلها بالأكل الصحي، وكانت بتحرص دايما إن السلطة تبقى موجودة مع وجبة الغداء. ده بالإضافة إنها كانت بتشرب كوباية ليمون سخنة على الريق كل يوم، وأكدت إن الكوباية دي كانت بتعلي الحرق في جسمها بشكل كبير. وقالت منة إن جسمها يعتبر من الأجسام القابلة للزيادة في الوزن، علشان كده هي بتحرص على ممارسة الرياضة يوميا بشكل منتظم. وقالت إنها مش لازم تروح الجيم علشان تعمل رياضة، لكنها بتعمل رياضة المشي على جهاز المشي اللي عندها في البيت لمدة 30 دقيقة كل يوم. وفضلت منة تخس لغاية ما وزنها قل جدا، وده تسبب في تغير ملامحها لدرجة ان الجمهور بدأ يطالبها بالتوقف عن الرجيم، وانها تبقى معتدلة في وزنها، يعني ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي.